السلام عليكم، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. جيتكم جبت لكم وصفة خفيفة سهلة مهلة وتناسب قهوة العصر، تناسب ديروها لعائلاتكم، ديروها لوليداتكم بعد ما يخرجوا من المدرسة. إن شاء الله يا ربي يفرح ويرزق كل محروم يا رب العالمين، وإن شاء الله تجربوها وتحتملوا هذه الوصفة بإذن الله تعالى. عندنا هنايا المقادير: كاس تاع ما دافي، كاس تاع حليب دافي، كاس نقص صباع ولا زوج صباع ولا تعمروه كامل سكر على حسب الحلاوة. انا درت كاس نقص صباع تاع سكر عادي، ربع الكاس تاع زيت، حبة تاع بيض اكيد بدرجة حرارة الغرفة. عندنا قشور الليمون والبرتقال يعني كانوا متوفرين في زوج ماذا بكم. عندنا لافاني، مغرف تاع خميرة الخبز، مغرف تاع الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، وغادي نديرو مغرف تاع خل، والفرينة راني مصفيتها، وكاينه وحده تاع خميرة حلوى نسيت باش نحطها مع المقادير. الفرينة اكدوا لي عليها وصفوها. ديت حوالي كاس من هذيك الفرينة اللي كنت مصفيتها، درت مغرف تاع خميرة تاع الخبز، ديت شويه من هذاك السكر اللي كنا معبرينه كاس ناقص صباع، ودرت الماء دافي ودرت الحليب دافي. بعد ما تفاعلت معايا الخميره كما شفتوا خليتها في بلاصه دافيه، كل وحده تعرف الكوزينه تاعها. بعدك حطيت الزيت، حطيت باقي السكر، حطيت لافاني، حطيت قشور الليمون والبرتقال، البياض تاع البيضه والصفار احتفظت فيهم بعد ندهنوا بهم الفوق، ودرت مغرف تاع خل. نخلطوا كل شيء وبعدك نجمعوا بالفرينه اللي كنا صفيناها. راني اكد لكم صفوا الفرينه تاعكم. وخميره تاع الحلوى نديروها مع النواشف، كنت نسيت باش نذكرها ونحطها مع المقادير. انا دوك نبدل البول اللي عندي جاني شويه صغير. يا ودي تحيه البسينه تحيه البسينه تاع بلاستيك، رديتها في بسينه كبيره كما راكم تشوفوا باش تساعدني. ميم البسينه كي ديروا في البسينه تاع بلاستيك تخمر معاكم، تتفاعل اكثر، تخمر معاكم بالخف صراحه، خير ملي نديروا في الانوكس ولا في الزيت. كبرنا على البسينه سبحان الله. نجمعوا بالفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه، متنشفوهاش بزاف يعني كيما تاع الكحك، هذا هو القوام تاعها. وهنا ندخلوا ديك المغرف تاع الزبده تدريجيا. هذه الوصفه المعتمده عندي، يعني نديرها انا في ليمونه تاع زمان. نديروها في الليمونه تاع زمان كيما هذه درتها معكم في الليمونه، حطيتها معكم في البريوش طاطا ام يوسف كاع قبل 4 سنين ولا واحد ل5 سنين هكا، ولا يعني كاع في بدايه مشوارنا في اليوتيوب في قناتنا الاولى طاطا ام يوسف. الوصفة هذه مستحيل نبدلها، يعني أنا يا حتى وصلت المقادير مضبوطة وراني محتملتها هذا عام من عام. تقدروا ديروها كمشروع، صدقوني من أنجح المشاريع. سورتو اللي عندها فرن سعادة كبيرة ولا فرن تلمسان يعني تساعدكم غاية. طيبوا بالكونتيتي وتتفاهموا مع قهوة ولا تكون كاش محل حداكم سوبيرات، ولا مشروع ناجح بإذن الله تعالى. أنا كنت نخدم به بكري هذا المشروع. هنايا بعد ما تفاعلت معايا تعطوها الوقت ماذا بكم ساعة ساعة ونص، يعني قد لي تخمر معكم، قد لي تعطوها الوقت، قد لي تجيكم نتيجة أحسن. الكحك والليمونة يبغوا الوقت في الخمير. هنايا للأمانة كنت لاهية، كنت مشغولة، راكم عارفين ربي يقدرنا ويقدركم أجمعين. غازيتها وما نجمش نخدمها في الوقت الحالي. تقدروا تخدموها في يعني تخمر معكم أي خطرة. أنا غازيتها وخليتها، غطيتها وخليتها، عاودت خمرت لي المرة الثانية، كملت الشغل اللي كان في يدي عاودت رجعت لها. في هذا الوقت كنت شاعلة الفرن تاعي نار قوية. الكوشة اللي عندك ولا كوزيني اللي عندك ولا الفرن اللي عندك نار قوية، هذا سر من أسرار نجاح هذا النوع من العجائن. النار دائما قوية. شوفوا العجينة تاعنا يعني ما نشفتهاش بزاف، تاني كان اسيس باش تجيكم خفيفة قطن، ودي تجيكم خير من هذيك اللي تتباع برا. وهذه لامونات تاع زمان تاع بكري، انا نديرها غير كيما هكا كي نعجز وكاع. نديرها لهم ليه ما تشدنيش كاع، نخلطها ونخليها وقت اللي نطيبها. انايا درت منها 11 وحده، بغيتها كبار يعني بغيتها كبيره كيما نقولوا. نجمو ديروها صغيره، نجمو طيبوها على 2 سنوات. صراحه كنت عجلانه وما كانش عندي الوقت باش نطيب ونعاود. نورمال هادو الحبات نقسمهم، ندير نطيب 5 وحدهم و6 وحدهم.
باش يجي الشكل نتاعها دائري. انا درتها كيما هكا، راني نقول لكم وانتم ما تطيحوش في الاخطاء تاعي، ماشي ما تطيحوش في الاخطاء تاعي، انا راني عارفتها بلي غادي تخمر وغادي تتلاصق في بعضها. يعجبني الشكل نتاعها كيما هكا، ما تجيش كي لامونا، تجي كيما البريوش يعني من هذاك تاع الخليه النحل. المهم تنجموا طيبوا تقسموها على زوج. انا عندي هاد الفرن تاع الفونتيلي السنيوه نتاعها كبيره، طيبتها خطره واحده 40 على 36 سنتيمتر. نجموا تقسموها طيبوا زوج طراف. شوفوا كي خمرت وغادي تاني كي طيب غادي تزيد تخمر. هنا عندنا داك الصفار تاع الحبه تاع البيض، درت لها شويه، كان عندي شويه اغوم تاع البطاغوم تاع هذا تاع الموز، وحليته بالماء برك. هذا ما كان، عفوا درت لها القهوه، كانت عندي قهوه طايبه بارده، قهوه اللي نشربوها بالحليب. ايا درتها مع داك الصفار البيض هذاك الاغوم تاع الموز. اللي باغي ديرها كمشروع تصغر الحبات، تحس بيها بالحبه، واللي باغي تكبرها كيما هكا تكبروها، يعني ولدي ديرها متوسطين، وتنجموا ديروها حبات صغار مدورين كيما هكا بلا ما ديروها بالمقص عادي. درت لها شويه سكر من الفوق كيما تاع بكري، وزدت لها هاد التوش الاخيره، كان عندي كاوكاو محمص ومطحون. قلت لكم الفرن راني شعلت عليها بالك ربع ساعه ولا 20 دقيقه قبل، خليتها تحمى غايه وغادي ندخلها على نار قويه. هذا هو الشكل تاعها النهائي، وغادي كي ندخلوها طيب غادي اكيد غادي تزيد تخمر كيما راكم تشوفوا. راني ناكد لكم تنجموا تقسموها على زوج، طيبوها على زوج خطرات، يجيكم الشكل نتاعها شغل دائري. انا بغيتها كيما هكا، وانتم لكم الاختيار. هذا هو النتيجه نتاعنا. شوفوا تجي خفيفه، تجي قطن، تجي تهبل، تجي بنينه. للقوتي مع القهوة حليب شهيتكم في الجنة. مع راه وقت القوتي وكاع ربي قدرنا وقدركم أجمعين. إن شاء الله دخول نعاود نقول لكم دخول موفق لوليداتنا كامل أجمعين، ربي يفرحكم بهم وتشوفوهم إن شاء الله في أعلى المراتب يا رب. وإن شاء الله ربي يفرح ويرزق كاع الناس المحرومة يا رب العالمين. إن شاء الله تجربوها وتحتمدوها. أخوات اللي جربتوا لامونا تاعي ولا البريوش تاعي سقع على قولكم، خلوا راكم في التعليقات باش الاخوات يتشجعوا يديروها اللي راهم معنا جدد. بعد ما تجربوها بلا ما نوصيكم خياتي، دعواتكم الاخي ربي يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام. جيتك محل بابك، جيتك طال برضاك عليا، جيتك محل بابك، جيتك طال برضاك عليا. لو ماي مقامر الليل ضايع عليا، راني جبت المنديل ليك هدية. يا شمعة تضوي الليل نور العين، يا حبك موش قليل زاد عليا. ورد الياسمين بنسماته، اتنسم فيك بنفحاته. حضنك دافي وحنين يشفي ما بيا، وانتي يا نور العين شوفي ليا. لمي ما قلبك زين ما درتي فيا، ودعواتك يا كتعين في ذا الدنيا. وليدك يا ما فيك حاجي، خدمك هم ما تحتاجي. راني خادم وخديم نخدم عينيا، على ظهري بك نهيم كل ثنية. واللي راجل حكيم يعرف ما بيا، عزم مرة قديم ساكن فيا. ادعي لي يا الحنان ربي، ادعي لي